ويلا لنحضر أطيب وألذ بلاليط. يعني هي الوصفة لو بقلكن الطعم غرام، قليل كلمة غرام، طبعا اللي هي الوصفة من المطبخ الإماراتي، البحريني، الكويتي. ويلا نحضر الطريقة سوا. مرحبا، أهلا وسهلا، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله كلكم بخير. اليوم وصفتي هي البلاليط، وهلأ يلا نحضر الطريقة سوا. يعني وصفة فعلا كتير كتير طيبة. هلأ هنا حطيت الشعرية، بدي أحمص الشعرية. بالنسبة للشعرية شايفين شي فاتح شي غامق، أنا هذا اللي بدي إياه، بس أهم شي كمان ما تحترق معنا. شايفين الشعرية شلون شي فاتح شي غامق. هلا أهل البحرين بحمصوا نصها، بحمصوها ونصها لا، بس لقيت أنا هيك النتيجة حلوة، يعني ما فيها شي، لأنه يدنا ما راح توقف، بدي ضل عم حرك فيها. خلص هلا عندي الشعرية صارت جاهزة. بدي أضيف المية السخنة، بسم الله الرحمن الرحيم. يا دوب يا دوب يعني من دقيقة لدقيقتين بس، ما أكتر. صارت عندي جاهزة، لأنه لو سلقناها كتير رح تتخبص معانا وما رح تطلع منظرها حلو ولا طيبة. بدي أضيف الزبدة بنفس الطنجرة اللي سلقت فيها الشعيرية، وبدي أضيف الشعيرية. بدي أضيف الهيل، بدي أضيف الزعفران، ماء الورد، وبدي أضيف السكر. بالنسبة للسكر على حسب انتم ما تحبوا الحلا. وبدي أحركهم مع بعض. لو تشموا الريحة، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شيء بشع. لأني عاملة بلاليط، والبلاليط شو بده بيض. حطيت فلفل أسود وحطيت ملح، وهدول بدي أخلطهم. حطيت زيت زيتون، تحبوا زبدة عادي حطوا زبدة. بسم الله الرحمن الرحيم. خلص هلا بدي أغطي البيض وخليه يستوي على مهله. غطيت البيض وبدي البيض يستوي على نار خفيفة. البيض استوى عندي، أنا راح أقلبه على الجهة الثانية وأرجع لكم. واو واو واو، ما شاء الله ما شاء الله. وهلأ بدي أضيف البيض فوق البلاليط. يعني يا لطيف يا لطيف. وصفتي لليوم صارت جاهزة، أطيب وألذ بلاليط، يعني شيء بشهي، الطعم غرام غرام غرام. هلا بالنسبة للمقادير اللي أنا استعملتهم راح أسجل لكم إياهم وقت بنزل الفيديو أكيد راح يكون على حساباتي. هلا بالنسبة كثير صبايا بيقولوا لي وين المقادير تحت الفيديو، بس في بعد ما في كتابة في المزيد، اكبسي على المزيد بيطلع لك المقادير بالفيديو. هلا اكيد الفيديو راح يكون على حساباتي من وصفات عائشة ترك. بقول لكم بالعافية على قلوبنا وقلوبكم.